يا جماعة، في بعض الموظفين عندهم ولاء اسمه الولاء الكلبي. ولاء لرب العمل ولاء مقدس. عرفت كيف؟ يعني مثل الكلاب للأسف. يعني رب العمل بالنسبة له إنسان معصوم عن الخطأ. عرفت كيف؟ فهو مثل الكلب بالنسبة له. في قاعدة بالحياة، في مثل شعبي بسوريا بيقول مين اشتغل عندي وأخذ كراه لا هو عبدي ولا أنا مولاه. يعني هذا مثل كانوا يقولوه أرباب العمل لشغيلتهم. أنت موظف، أخذت إجرتك، يعني أخذت الكري تبعك. أخذ كراه، الكري يعني الإجرة. أخذت الإجرة تبعتك. أنت مالك عبد عنده وهو ماله سيدك. في علاقة بينك وبينه، حجز لك وقتك، دفع لك فلوس على هالموضوع، انتهى الموضوع. هو مو سيدك، هو مو المولى تبعك، وانت مو العبد تبعه. زمان يعني كانت يعني العلاقة بين الاثنين يعني مختلفة. يعني كان يقولوا فلان والله هذا شيخ الكار، يروح يتعلم عنده والله كار شد مقشات، ولا كار كار نجارة حدادة طيان اللي هو. فالموظف يبلش صغير كتير عند معلمه، بعدين معلمه يكبروا يسلموا الورشة. اليوم الموضوع اختلف يا جماعة الخير. بطل في شيء اسمه ولاء مقدس، بطل رب العمل سائل، بطل المجتمع أصلا متعاضد متكاتف. كل ربي أسألك نفسي، لا أب ولا عم ولا خال ولا جد ولا ست ولا عمي ولا خالي حتى يعني المقربين ما عادوا ساعدوا هذا الموظف المسكين لحتى يساعدوا رب العمل. الموضوع اليوم اختلف اختلاف جذري. فبطلوها هاي قصة يعني الولاء الكلبي هذا، حلوا عنا مشان الله. ودمتم بخير. كان معكم أبو علي الشامي. باي باي لندن.